السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناتي وقناتكم. حبي نفسك واهتمي بيها، ويا رب الفيديو النهارده يعجبكم. ان طبعا في ناس كتير بتسأل على ازاي نخزن الملوخية، او ازاي نحتفظ بيها خضرة وحلوة كده بلونها الجميل في الفريزر. طبعا هو الموضوع حلو قوي يعني، وسهل جدا يعني، مش صعب. هنبدأ نجيب الملوخية ونشيل منها العروق، وبعد كده بنغسلها كويس جدا، وبنجيب الكبة بتاعتنا. لو ما عندكيش كبة ممكن تعمليها في الخلاط، بس هتضربيها ضربة واحدة. هنجيب الكبة بتاعتنا ونبدأ نحطها، وبتبقي محضرة مية سخنة، وبنبدأ نحط كده حبة مية سخنة، وبنضربهم. تبداي تضربي لحد ما تلاقي السمك اللي انت عايزاه، مش بتضربي قوي، بتنعميها، هي ضربه او ضربتين بالكتير. لا، بعد ما عملناها في الكبه، طبعا انت ما بتحطيش ميه سخنه غير هي مره واحده بس، مش بتحطي كتير يعني، عشان تعملي حساب طبعا ان انت لسه هتحطيها في الشوربه. بعد ما عملناها بنحط بقيه الكميه، يعني اول مره انت بتحطي حبه صغيرين، بعد كده بتحطي بقيه الكميه. شايفين ناعمه ازاي؟ وهنبدأ نحطها في اكياس. شايفين الملوخية لونها وخضرها؟ شايفين زي اللي احنا بنجيبها بالظبط في الاكياس، ويمكن احسن طبعا وانضف. اهو. في ناس بتحط لها سكر علشان تحتفظ بيها، انا مش بعمل كده خالص. انا زي ما هي كده بنحطها في الكيس وبنفرزها من غير اي حاجة، بتطلعيها تحطيها في الشوربة. بصوا جميلة ازاي، بص القوام بتاعها. تبدأي تفرزيها وتحطيها في اكياس وتحفظيها في الفريزر لحد لما تعوزيها. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب تكوني استفدتي ولو بمعلومة بسيطة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم.